أكاديمية تفوق الرياضي سباير ودعوات الملايين. أسود سبع البحث عن إصابة الأولى في هذه المواجهة تريح أعصاب الكثيرين خلف الشاشات والحاضرين هنا داخل منطقة خطيرة لهذه التصفيات. لعب مع العديد من الفرق الأكبر سنا وسافر برا، غادر اليمن ومن ثم عسكر في السعودية. تسديدة كرة في أحضان حارس المرمى تأتي من ابن كوريا الشمالية واليابان. كوريا الجنوبية هم أول الصاعدين صباح اليوم. الإمارات صعدت في الجولة الماضية بالانتصار. هنا الكرة لعبت خطيرة داخل المنطقة والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. كان في المباراة الماضية لكن أتى التغيير من خلال هذه المواجهة. انطلاقة هجومية، تمريرة خلف الخط الخلفي، محمد يسدد بوتشي ومن ثم الكرة في أحضان الحارس. بوتشي من جديد يحاول. كيف ان العنابي اللي صورته تزين أكاديمية تفوق الرياضي الصبير على اليمين منتخب الشباب هذا غادر تصفيات كأس آسيا للناشئين 2013. في 2019 أصبح بطلا كبيرا لآسيا. هنا التسديدة واستقبل في ذلك الوقت استقبالا كبيرا. والسؤال الذي يطرح نفسه وين لعبة الكرة؟ فرصة الأول الانفراد يسجل. ضاعت لاعب. هنا الكرة لعبت هذه كانت في المرمى لكن القائم الأيمن منع أحمد حسن من افتتاح باب التسجيل. قبل ذلك أو قبل قليل كان أمامكم فيصل المعروف. يمن كان لها حضور أول في تصفيات كأس آسيا عام 85. راح نتحدث بعد هذه الهجمة. التسديدة في المدرجات، هدفين فقط في التصفيات في شباكة. هذه هي الجماهير التي حضرت بكثافة. خلونا نسمعهم شوي، خلونا نسمع. وهذا رقم صعب للصعود بالنسبة لبنغلاديش، حاجة إلى كثير من الأهداف عكس المنتخب اليمني اللي سجل 11 وفي شباكة هدفين، يعني موجب 9. خطيرة، فرصة هدف أول مرة، جول بدل قائمة. لا أنا سمعت الصافرة قبل ذلك. أحمد حسن سدد قدم اللاعب البنغلاديشي الذي دخل على الكرة قبل أحمد حسن، تستطيع السير بها بعيدا وتحقيق الإنجازات. تمريرات حاضرة في منتصف الملعب خلف المدافعين إلى فيصل المعروفي إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس واقع في أرضية الملعب من جديد. أحمد حسن قام لإجراء عملية تسخين حاليا بمكان هذا من كبد التعليم ورغم الضغط الموجود من لاعبي منتخب بنغلاديش محمد معين إسلام. بوتشي يتحكم بالكرة بشكل جيد عبر الجهة اليسرى، يتقدم يمر الكرة بينية، وسط حمزة محروس. حمزة يتباطأ، ما زال يراوغ، خطيرة، يسدد. يعني التمرير لدمر كان سيكون خيار أفضل. وين بلقاك الليلة؟ لعبت الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء. دمر يمر يشوت فيها لمسة يد. حكم المباراة شيء يقول ما في أي شيء. الميراد هنا لمسة اليد. خلينا نشوف. والله منعت الكرة من الذهاب إلى الشباك وبالتالي يبقى القرار في كل الحالات تبعد الكرة خارج المنطقة. الكوماني يلم يمرر، ممكن التسديد، المراوغة، بوتشي وسدد. صح، يلعب له الكرة في منطقة الجزاء. سكندر يلعب الكرة بالراس أعلى من الجميع، يبعدها فيصل معروفي. عاد من جديد تسديدة. حلوة الكرة الماضية، حلوة الإبداع من هشام بنابل. الإبداع في الإبعاد. عادت الكرة من خارج المنطقة، خطيرة منتخب بنغلاديش. استلام بدون ضغط. التسديدة هشام بنابل يحول الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة سيف الإسلام سعيد تجد رأس هشام بنابل الذي يبعدها إلى ركنية لصالح منتخب بنغلاديش. في الجولة الأخيرة انطلاق عبر الجهة اليسرى، تمريرة خطيرة، وصلت الكرة، ممكن هدف أول. المرور، المراوغة، التسديد، الله في الشباك الخارجية بعد أن تصد لها محمد مهدي حسن. أصبحت ركنية لصالح المنتخب اليمني. شوف المرور، حلوة السيسل، خذ معاه بوتشي وسدد الكرة. تصدي لدينا 5 من لاعبي منتخب اليمن في منطقة الجزاء بالأحمر، أصبحوا 6. لعبة الكرة، محمد مهدي حسن من جديد يمرر الكرة، تصل السوادي يسدد كرة بعيدة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. بالفعل
تاكوتو اوكابي من اليابان يطلق صافرته ليعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. أحب أبشر المتابعين من خلال أحداث هذه المواجهة والمباراة الأخرى لمنتخبنا العنابي حين يواجه منتخب بوتان الفوز ولا غيره. بالنسبة لأسود سبا بالنسبة للعنابي هو المؤهل فقط. واحدة بنغلاديش، 8 تسديدات اليمن، واحدة بنغلاديش. الكرة العكسية تذهب خارج أرضية الملعب، فيه 70%. 7 نقاط اليمنيين يريدون أن يحضروها أمام كانت الحراسة المشددة في مرمى محمد مهدي حسن. هجوم بوتشي حمزة أول أهداف جول. ما زالت قائمة. الله، اليمن 0 محمد مهدي حسن 0. حارس مرمى بنغلاديش ينقذ المرمى من هدف محقق للمنتخب المملكة. حلو من بوتشي الى حمزة وتصدي حارس مرمى بنغلاديش. سد منيع امام الهجمات اليمنية، تتكسر على اثر الهجمات اليمنية حتى اللحظة. التسديدة رقم 9 للمنتخب اليمني النفيعي. هذه نسخة تاريخية، كرة وصلت تسديدة في البعيد تذهب الى خارج ارضية الملعب. مجموعة من المباريات الحالية تقام في هذا التوقيت. تصل الشامي يتقدم، يمرر الكرة داخل المنطقة، ممكن الهدف الأول. جول 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 يا كبير يا محمد دمر. الله 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 على لعب اليمن. الله مدى حرب اليمن. الله على ركض اليمن. لحظة محبين دمر خذ معاه المدافع واسكن الكرة في الشباك. ابن البريقة يلمع ويبرق في مدرجات سماير ويسجل اول اهداف اسود سبا في هذه المباراة. حلوة يا اليماني، سجل اليماني، سجل. افتتح باب التسجيل. اسمع المدرجات، اسمع، خليك مع المدرجات، ابعد عني حاليا. هدف في اتجاه شباك بنغلاديش، يكاد يسيطر على كل شبر من الارض. الوصول الثاني حمزة بحاجة أن لا يستعجل في منطقة الجزاء حين يستلم الكرة. اللمسة الأولى ستدفعك نحو الشباك. بوتشي يهاجم، بوتشي خارج أرضية الملعب. برافو إلى الدفاع. فيصل معروفي ظهير أيسر على مستوى عالي. يا سلام عليك، يا سلام على الخروج بالكرة، يا سلام على الأناقة. مارادوني حاضر، راضي حاضر، يشوت سهلة في أحضان محمد مهدي حسن قبل أن يأتي للسعودية ويقابل في نهاية المطاف المنتخب السعودي يخسر 1-0. الركنية العاشرة لليمن، اللعبة بالراس. هدف واحد، أحلامك في الوصول إلى كأس آسيا ومن ثم إلى كأس العالم للفئة العمرية ناشئين شباب أولمبي تصبح صعبة. بوتشي يمر، بوتشي جميل في الشوط الثاني. الله يحرسك من العين يا محروس، طموحك عز وحضورك مشرف. وإذا قالوا اليماني، وإذا قالوا فخر قالوا اليماني. حمزة
المعروفي عالية. الله كيف الدبل، كيف الدبل. حمزة محروس كان يبحث عن دبل مثل ذلك. لا ذاك صعب، ذاك صعب. ما المحسن قراوي غير، ما المحسن قراوي غير، لكنه كاد يسجل الهاتريك. الهاتريك كرة ذهبت إلى خارج الملعب، لكن برافو برافو يا برافو. شوف 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 شوفهم شوفهم شوفهم. بوتشي يمر، بوتشي خطير. ركلة جزاء، ركلة جزاء لمحمد بوتشي. عرقلة لمحمد بوتشي، هو من عرقل ومن سيتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء. بلابل يتقدم محمد مهدي حسن، يتصدى عرض من جديد خارج أرضية الملعب. ضاعت فرصة الرابع. حارس مرمى بنغلاديش امتدحته كثيرا وهو يستحق المدح، ويتصدى لهذه الركلة. ذهب في الزاوية المناسب. يناظر الساعة ويطلق صافرة الختام ليعلن عن صعود منتخب اليمن إلى نهائيات كأس آسيا 2020 بالانتصار الكبير التاريخي بثلاثية من الأهداف على حساب منتخب بنغلاديش. أسود سبع للوصول إلى النقاط السبع، وبالتالي الحضور مع صفقة الفرق الآسيوية 16 في كأس آسيا القادمة في البحرين. محمد السعدي كان معكم في نقل أحداث هذه المباراة. آمل بإذن الله تعالى أن ألقاكم في مناسبات قادمة. مبروك، ألف مبروك فوز المنتخب اليمني بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء المنتخب البنغلاديشي. وبالفعل أجواء جميلة جدا وتفاعل جماهيري كبير من أول مباراة الجماهير.